السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. تعالى كده حبايبي أقول لكم على وصفة جلاش سهلة وسريعة وفي نفس الوقت طعمها جميل قوي. هتعمليها في 5 دقايق وانت واقفة. أيوة فعلا هي 5 دقايق. هتجيبي أي لفة جلاش كده يا حبايبي، مركون عندك في الفريزر مهربدة، مفيش اي مشكلة. هتقومي جاية مقطعاها كده وهي رول زي ما هي، وتحاولي تسوي كده الورق على قد ما تقدر. ونسخن معانا كده نص كوباية سمنة على زيت، او نص كوباية سمنة بس اللي يريحك، بس الزيت بيديها قرمشة وطعمها قوي ولون ذهبي جميل. شايفين يا حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله، زي ما هي حتى وهي متقطعة. ما تشغليش بالك، قطعها كده باي سوداني بقى او اي مكسرات عندك. هنقوم حاطينها عليها بعد ما نخلص كده ونسقيها الشربات، بحيث تدينا كده ما شاء الله شكل عش البلبل كده. بسم الله ما شاء الله، جميله قوي، وفي نفس الوقت ما غابتش معاكي، وفي نفس الوقت حاجه حلوه كده لو مستعجل. شايفين يا حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله. حاولي بقى تسقي هنا بقى الجلاش كويس قوي، لان هو ده اللي هيديله التوريق. ما شاء الله كل اللفات دي هتدي معاكي توريقه جميله قوي. بس هنحصل على التوريقه ديت بان احنا نسقيها سمنه او الماده الدهنيه ايا كان اللي هنسقي بيها، نسقيها كويس جدا. شايفين يا حبايبي؟ بكل سهوله تدهنها في صينيه فرن. تحاولي على قد ما تقدري. يعني الصينيه دي خدي بالك غيرتها لان لقيتها كبيره قوي، ولفه الجلاش يعني ما خدتش نصها حتى. فقلت قمت نقلها تاني. مش عارفه التليفون كان عمال ينزل معايا ومش واخده بالي، ما عدنش بعتذر على المنظر ده. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يسعدكم ويجعل ايامكم كلها هنا وسعد وفرح اللهم امين. يجمعكم دايما كده في الخير وعلى الخير. كل سنه وانتم طيبين ومع حبايبكم متهنيين وفرحانين، اللهم امين يا رب العالمين. يهدي اولادنا وينجحهم ويشفي كده يا حبايبي. هنرصها بقى في قلب الصينيه كده يا حبايبي، وبعدين نسقيها سمنه. اهم حاجه نشبعها كده من السمنه، لان دي هي اللي هتورقها معانا. ونحطها كده بقى على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. هتاخد حوالي ربع ساعة معاكي كده يا حبيبتي. لو مش عاوزة تشغلي الشواية شغلي من تحت بس، وتقومي جاية اما يحمر من تحت تقومي جاية قلبها كده بالراحة خالص. خدي بالك عشان ما يكسرش معاكي. وتقومي جاية اول ما يطلع من الفرن، هي طبعا سخنة والشربات بارد، ونقوم جايين شوفوا يا حبايبي ما شاء الله. سقيتها خالص دهان كلها، هي لازم تبقى كلها شاربة مادة دهنية كده. قعدت ربع ساعة في الفرن طلعت بالجمال ده. ايه رأيكم؟ شكلها تحفة يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. وهنا الشربات اللي كنا عاملينه الفيديو اللي فات، لو عايزة ترجعي له. بسم الله ما شاء الله، بيقعد معاكي في التلاجة شهور ولا بيجرى له اي حاجة. اهم حاجة الفانيليا ما تحطهاش الا ساعة ما تبقي عايزة تعسلي الحاجة كده. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ جميل وتقيل ما شاء الله، عامل زي العسل النحل ما شاء الله اللهم بارك. شايفين البرطمان يا حبايبي؟ مطلعاه من التلاجة. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. يا رب كده يا حبايبي اكون ضيفه خفيفه عنيكم، وتتابعوا الفيديو كده للنهايه، وما تنسوش اختكم باللايك والاشتراك والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جميل قوي. اللي بتقول لكم جميل. ما تنسوش تحطوا لماما اللايك. نزوق بقى كده حبايبي باي سوداني كده عندنا، حاجه بسيطه بس بسم الله ما شاء الله هتعجبك. اهم حاجه اول ما يطلع من الفرن صفيه من الماده الدهنيه، وبرده اول ما يتشرب الشربات كده نقوم جايين مصفينه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، عامل زي الملفيه. والتسويه برده ده عامل اساسي كده في القرمش. شو دي بتقول لكم مقرمش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.